يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل بقى النهاردة كده وصفة سهلة وبسيطة، مش تاخد مننا وقت، اقتصادية جدا وموفرة جدا، وتنفع كمان لآخر الشهر، وتنفع كمان للأطفال اللي مش بيعرفوا ياكلوا الفراخ. هنعمل مع بعض كده النهاردة أجنحة الفراخ. أنا هنا حطيت كوباية زبادي، أو بما يعادل معلقتين كبار من الزبادي، وحطيت عليهم نص كوباية زيت، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، وحطيت عليهم نص ليمونة، وبعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من البابريكا، وحطيت عليهم معلقة كبيرة إلا شوية صغننين كده من الفلفل الأسمر، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من بودرة مرقة الدجاج، وحطيت عليهم معلقة صغيرة من الكمون. لو مش بتحبوا الكمون ممكن تستغنوا عنه عادي. وبعد كده بدأت ان انا اقلب كويس التتبيلة. لو حاسين ان الزبادي مكتل شوية او عامل قشطة ممكن تستخدموا المضرب، ولكن انا حبيتها كده يعني. بعد كده شلتها شوية على جنب، وبدأت ان انا ارص اجنحة الدجاج بتاعتي. انا غسلتها كويس وعملت لها محلول نقع وبعد كده بدأت ان انا اقطعها. شلت منها كل الزيادات وشلت منها كل الدهون، وبعد كده بدأت ان انا ارصها في قلب البولة بتاعتي. لو مش بتحبوا أجنحة الدجاج ممكن تستخدموا دبابيس الفراخ عادي. وبعد كده نزلت عليها التتبيلة، وبدأت ان انا اقلبها كويس عشان خاطر كلها تشرب من قلب التتبيلة بتاعتها. وبعد كده دخلتها التلاجة لمدة ساعتين، وجبت اي بايركس او اي صينية فرن عندي، وحطيت فيها بصلتين كبار جدا، يعني بصلتين حلوين كده، لانها لما البصل بيشرب من التتبيلة كده بيبقى مكرمل وطعمه خطير يا جماعة والله. بعد كده نزلت عليها بالفلفل، قرنين فلفل حلوين برضو يعني كبار كده. لو حابين تحطوا فلفل الوان عادي ممكن تحطوا. بعد كده نزلت عليها بالتتبيله بتاعتي، حطيتها في قلب الفرن، طلعتها قصدي من التلاجة، حطيتها في قلب الصينيه. بعد كده غطيتها بورقه زبده وورق فويل، وحطيتها في الرف اللي تحت لمده ساعه. وبعد كده طلعتها تحت الشوايه تاخد لون. هتطلع بقى يا جماعة خطيرة كده، طعمها تحفة. شايفين اللون اصلا عامل ازاي؟ يعني الغلطة الوحيدة اللي انا عملتها ان انا صورت اخر شوت ده كده بالعرض، مش عارفة صورته ازاي بالعرض، ف سامحوني يعني على الغلطة دي. ولكن هي كانت طعمها رهيب، ولونها تحفة. مكانتش فيها وما كانتش ناشفة، وكانت طرية جدا من جوه، يعني يا ريتني كنت فتحتها قدامكم. وبس كده، لو وصلت لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة.